يا رب، لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب، لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عن. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يعجبكم قوي. روتين بقى النهارده معاكم باذن الله، ان شاء الله يعجبكم قوي. ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم من كل جديد بنزله، وتعليق حلو كده عشان تشجعونا انزلكم فيديوهات على طول. نبدا بسم الله. معايا بقى صينيه على البوتاجاز كده. قطعت بقى بصله شرايح زي ما انتم شايفين اهو، واستنيت بقى لغايه ما دبلت شويه، وبعد كده حطيت معلقه صغيره كده من الثوم المهروس. سبتها بقى لغايه ما ريحه الثوم طلعت كده. وبعد كده حطيت بقى فلفل اخضر مقطعاه شرايح برضو زي ما انتم شايفين اهو. حط هنا ورقتين لورا، واقلب بقى كله مع بعضه كده. انا مهديه البوتاجاز عشان عايزاهم يعني ايه يتبلوا شويه مع بعض كده، وريحه التوابل تطلع. انا هحط بقى التوابل الاول قبل الطماطم، عشان ده بيفرق في الطعم، بيخلي طعمها حلو قوي. حطيت هنا نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، ونص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره كده من بهارات الفراخ. لو عندك مرقه دجاج برضو حطيها. ما بحطش بقى الملح دلوقتي، بحطها بعد ما الفراخ بتقرب تستوي كده، لان الملح بيعجز اللحوم سواء الفراخ او اللحمه، بيأخرها في السوا شويه. فاول ما بتقرب تستوي بقوم حاطه الملح. خلاص كده قلبت بقى كل التوابل مع بعضها كده لغايه ما ريحه التوابل طلعت. احط بقى الطماطم اهي. بستنى بقى لغايه ما تغلي كده كذا غلوه وتقرب تنشف. احط بقى البسله. معايا هنا بسله وجزر، ده كنت مخزناه. شايفين لونه عامل ازاي؟ يعني انا بطلعه قبل ما اطبخه بشويه كده لغايه ما يفك معانا. انا منزلها فيديو قبل كده، طريقه التخزين بتفضل معاك فتره طويله جدا، وكمان بتفضل بنفس الجوده وبنفس اللون بتاعها كده. شايفين؟ خلاص كده استنيت بقى لغايه ما الطماطم اتسبكت شويه، وحطيت بقى البسله والجزر اهو. مهمش مسلوقين ولا اي حاجه خالص يعني. انا كنت مخزناهم بطريقه كده، ان شاء الله تعجبكم لو انتوا عايزين مثلا فيديو. هو على القناه موجود يعني. غطي عليها بقى لغايه ما تنشف بقى من التسبيكه بتاعتها كده، وتحس بقى ان البسله قربت تستوي كده. خلاص كده وشايفين كل ده على البوتاجاز فوق. لو انت عايزه مثلا تعمليها في الفرن من البدايه كده براحتك. انا بعملها الاول على البوتاجاز كده يعني، بتاخد يعني يعتبر نص سوا كده. وبعد كده بدخلها الفرن. معايا بقى الفراخ اهي، احطها بقى على وش البسله كده. ممكن بقى تزودي البسله دي ميه، ممكن تزودها شوربه على حسب ما انت عايز. انا سبكتها كويس قوي يعني على عين البوتاجاز كده الاول. وبعد كده بدخلها الفرن تكمل بقى السوا بتاعها. حطيت بقى الميه بتاعتها اهي. لو انت عايزاها ناشفه ما تكتريش بقى الميه او الشوربه. هدخلها بقى الفرن. طبعا دايما بنعمل صينيه بطاطس بالفراخ. هنكسر بقى الروتين ونغير بقى صينيه البطاطس بالفراخ. هتبقى صينيه بسله بالجزر بالفراخ. بنغير بقى من طعمها وشكلها. طعمها حلو جدا ان شاء الله. طريقتي هتعجبكم قوي، جربوها بطريقتي كده وادعوا لي. هنعمل جنبها رز بالشعريه. حطيت هنا حله بقى على البوتاجاز وفيها شعريه كده وشويه زيت. واستنيت بقى لغايه ما ادتنا اللون الحلو ده. لو انت عايزه بقى تحط زيت على سمنه براحتك. اهم حاجه لو انت عملت بسمنه تحط معلقه كبيره كده من الزيت، عشان الزيت اللي بيخلي الرز مفلفل وبيديله لمعه كده. معايا الرز اهو غسلاه ومصفياه. دول كوبايتين ونص من الرز. لكل كوبايه رز نص كوبايه شعريه، ولكل كوبايه رز كوبايه ميه، ولكل كوبايه شعريه برضو كوبايه ميه. ده لو انت عايزه تعرفي المقادير بالكوبايه. اما لو مثلا بتعملها بالبركه كده اكيد يعني، طبعا انت عارفه بقى مقاديرك ايه وكده. هديت بقى النار كده وبقلب بقى الرز مع الشعرية لغاية ما الرز يتشمع معانا كده بالزيت، ويتشمع برضو بالشعرية كده لغاية ما يفلفل معانا كده. وبعد كده بعلي البوتاجاز واحط المية بتاعته. يبقى لكل كوباية رز كوباية مية، ولكل كوباية شعرية كوباية مية. يعني بتعاير الشعرية مية زي الرز بالظبط. خلاص كده على البوتاجاز واسيبها بقى لغاية ما يتشرب المية بتاعته ويستوي، وارجع اوريهولكوا. شايفين بقى الجمال؟ هديت عليه البوتاجاز بقى واسيبه بقى لغايه ما يستوي كده. كده عملنا بقى الرز بالشعريه. هنشوف بقى صينيه الفراخ. شايفين الفلفل قد ايه، وكمان الشعريه ظاهره فيه.
هنشوف بقى صينية الفراخ اهي، شايفين بقى الجمال، حاجة كده تفتح النفس ما شاء الله، طعمها وريحتها حلوة قوي. شايفين؟ لو عايزاه يكون فيها صلصة شوية بتزودي بقى الشوربة او المية. الرز جاهز معانا اهو. هنشوف بقى الحوض والمواعين اللي احنا استعملناها بقى في الاكل. هغسل بقى المواعين دي كلها اهي. دايما ايدك في الحوض كده، اي مواعين تتوسخ معاكي بتغسليها عشان يفضل فاضي ورايق معاكي كده. لان طبعا يعني اكتر حاجة قعدتنا فيها المطبخ. دايما بقى غسيل مواعين ومعرفش ايه وحاجات كتير كده، فدايما اول باول اغسلي كل حاجة. يفضل معاك الحوض فاضي ونضيف ورايق كده. بغسل بقى الحوض كده اهو، عشان المواعين بغسلها وبصفيها جنبي، وبعد كده برصها كل حاجة مكانها. دايما بقى عشان تكسري الروتين اليومي او الروتين اللي دايما ماشية عليه، بتعملي فيه تغييرات كده. يعني اوقات انا ببقى اغير في الاكل. بجرب حاجات بصراحة بتطلع كويسة وبتبقى حلوة يعني. بالرغم ان بتبقى اول تجربة بس بتطلع كويسة وطعمها حلو كده. فدايما بغير ببدل. في حاجات بخترعها من دماغي كده برضو. انا ما اعرفش بصراحة حد عمل صينية البسلة بالجزر قبل كده ولا لا. بس هي جت في دماغي كده وقلت ايه، ابدل بقى البطاطس، بدل دايما بعمل مثلا بطاطس اغير واعمل بسلة بالجزر. في حاجات كتير انا ببقى يعني اخترع فيها، بس ما اعرفش اتعملت قبل كده ولا لا. وبرضه ببقى اول مره اعملها فبتطلع معايا حلوه، فخلاص كده بقول خلاص انا جربتها مره اعملها برضه تاني وكده. طالما عجبتنا وطعمها طلعت حلو بعملها تاني برضه. فدايما الحاجه ام الاختراع يعني. دايما غيري بدلي جددي جربي برضه. طالما ما فيش مثلا هيبقى فيه ضرر او اي حاجه. آه، دايما غيري كده في الروتين بتاعك، فتحسي بقى ان الايام كلها مش زي بعضها كده. تحسي ان في تجديد تغيير في حياتك. بتدي لنفسك طاقة إيجابية كده. دايما بتدي لنفسك برضو النشاط والحيوية إن انت تغيري في كل حاجة حواليكي. مش تسيبي بقى مثلا نفسك للكسل والخمول. دايما ابدأي يومك برضو بأي حاجة مثلا بتحبيها. تشوفي مثلا ايه اللي بتحبيه، ايه اللي بيفتح مزاجك كده، ايه اللي بيغير المود بتاعك، بدل ما دايما تبقى قافلة على نفسك كده في كل حاجة. كل واحد دايما بيدور على اللي بيسعده او اللي بيحبه ويعمله. مثلا لقيتي نفسك مزاجك مش حلو، او يعني تحسي ان انت متضايقه كده. بتاخدي مثلا ولادك بتطلعي تتفسحي، تخرجي تشم هوا. بتزوري حد بتحبيه، بتزوري اهلك، بتزوري صاحبتك كده يعني. بتحاولي دايما يبقى في تغيير في حياتك كده. ما تسيبيش نفسك بقى للزعل مثلا. للحاجات اللي بتضايقك دايما بتغيري في يومك في روتينك. في حاجات برضو بتعمليها كده في شقتك مثلا. بتقسمي وقتك. بتعملي مثلا روتين يومي روتين اسبوعي. ما تقليش على نفسك برضو في شغل البيت يعني. تقسمي وقتك كده. يعني مثلا هتنضفي مثلا الشقة ما تنضفهاش كلها في يوم واحد. قسميها كده، النهاردة مثلا أوضة الأطفال، بكرة الأوضة التانية. بتظبطي وقتك كده. برضو في اليوم اللي انت مثلا هتنضفي فيه ممكن تعملي أكلة خفيفة سريعة كده ما بتاخدش معاكي برضو وقت ولا مجهود. اليوم اللي انت مش هتنضفي فيه مثلا في الشقة، او هتعملي مثلا روتين او اي حاجة، بتعملي اكلة حلوة كده وجنبها اي صنف حلو برضو. بحيث ان يومك دايما يبقى فيه تجديد وفيه تغيير. تحسي دايما بالنشاط كده والحيوية. ما يبقاش روتينك دايما كل يوم واحد. مثلا زي المثل اللي بيقول ايه، اللي بنبات فيه نصبح فيه. فبإيدينا ان احنا نغير كل حاجة حوالينا كده. امسح بقى البوتاجاز اهو. بعد بقى ما خلصت الاكل عليه، دايما بمسحه اول باول كده بعد كل استعمال على طول. حتى لو عليه حاجات بسيطة بمسحها برضو، بحيث ان ما يتراكمش عليه دهون ولا حروق على العيون ولا الحوامل، فما ياخدش معايا وقت. لكن انت لو سبتيه مثلا اسبوع، سبتيه كام يوم، هتلاقي ان هو بقى عليه دهون كتير حروق كتير، بياخد معاكي خلطات وبياخد معاكي وقت برضو ومجهود. فدايما تمسحيه على طول، ما بياخدش وقت زي ما انتم شايفين اهو، سريع سريع كده. ويفضل معايا نضيف على طول برضو. ال- البخاخة دي حلوة جدا في التنظيف، بتشيل برضو الدهون والرواسب والحاجات اللي زي دي. بستخدمها على طول كده بعد كل استعمال. لكن مثلا لو العيون عليها حروق كتير او دهون، بعمل بقى خلطات. طبعا انا قايله لكم بقى الخلطات اللي احنا بنعملها مع بعض قبل كده. اي خلطة هتعمليها
للتنظيف ضيفي عليها بس معلقة كبيرة من الكربونات ومعلقة كبيرة كده من ملح الليمون، بيفور معاك أي دهون وأي حروق أو أي رواسب بتبقى موجودة كده في الحوامل أو العيون. همسح برضو غطا البوتاجاز أهو، كله سريع سريع كده زي ما انتم شايفين أهو، مبياخدش معانا وقت خالص. وكده بقى الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد بنزله، وتعليق حلو كده عشان تشجعونا انزل لكم فيديوهات على طول، وفعلوا الفيديو باللايكات عشان يوصل اكبر عدد من الناس عشان عيلتي تكبر بيكم. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.